تجيب صيني جديد ولا استعمال خارج؟ مساء الفل. النهارده هقول لكم على معلومه. لو انت هتشتري عجله جديده لازم تكون عارفها، وهديك نصايح محدش هيقول لك عليها نهائيا. اول حاجه ودي اهم حاجه، انك تبعد عن العجل الشعبي او العجل اللي هو متصنع تحت السلم واللي هو ملهوش ماركه. الله يخرب بيوتكم فاكريها بنت الورمه. فده انت بترمي فلوسك في الارض حرفيا. اكلوا عنبايه بس الاول. الشعبي ده انت بترمي كل جنيه حرفيا في الارض. ليه بقى؟ انت بتفرح بتروح تجيب العجله لابنك جديده، فاصلا العجله قبل ما تشتغل فهي بايظه حرفيا. حرفيا كل حاجه فيها مكوناتها بايظه، تستخدمها بس يومين كل حاجه شفترات. يعني كله يخلع وانا اللي البس؟ البس عشان خارجين. المره رحت اشتريت عجله شعبي، انبهرت بيها وانبهرت من الالوان. قلت اجيب واحده كده اجرب اعرضها وكده. رحت اخدتها المحل لقيت فيها جاي اجربها جديده، هي جديده لانج جديده، جاي اجربها سيستم الفرويل بتاعها ما فيهوش سنان بيفلت. ده حرام عليا، رحت صرفت عليها وجبت لها فرويل وجبت لها كاتينه جديده. تيجي تجيلي الجنط برضه الخلفي مش عايز يتشال من مكانه عشان اغير الفرويل والسيستم. تيجي تركبه بالعذاب. تخيل عجله ما استخدمتش وكل حاجه فيها بايظه. فدي اول نقطه، ودي اهم نقطه. ابعدوا عن العجل الشعبي، محدش هيقول لك الكلام ده. ما تنسوش برضو اللايك والاشتراك، ودي اهم حاجه، وتشوفوا فيديوهاتنا السابقه عشان اللي جاي تقيل ومهم. محدش هيقول لك على حاجه. برضو عنبايه تاني. اتفضلوا معانا بقى. العلبه دي فيها فيل. تجيب صيني جديد ولا استعمال خارج؟ النقطه دي مهمه، وركز معايا وجيب كوبايه الشاي عشان هقول كلمتين وباختصار شديد وبسرعه. اولا، الجديد ليه فرحته، الجديد ليه متعه تانية. انت بتركب حاجه جديده، دي بتبقى حاجه ممتازه. الجديد اللي هو البراندات المعروفه. طب الاستعمال خارج، ونتكلموا في النقطه دي عشان في ناس كتيره قوي متلخبطه. الاستعمال خارج ده بيبقى براند عالمي، حاجه مصنفه عالميا. انت بتتكلم في بيانكي، في جاينت، في تريك، في سبيشالايزد. العجله دي اصلا كانت نازله جديده، نازله اقل حاجه $900 $800. سعرها لو بتضرب في 50 هتعمل معاك رقم هتعدي ال 35 و40 الف جنيه. وفي حاجات الحديثه منها، في حاجات ب $3000 و4000. دي بقى لو حاجات رود وفول كاربون وجروب دو اي 2. في حاجات دي اصلا ما فيش منها في الصيني. فانت تركب حاجه اوريجينال، دي حاجه ليها دماغ معينه. مش كل الناس بتفضل اللي هي تركب حاجه اوريجينال. الاوريجينال اوريجينال، والاستيراد خارج ساعات بيوصل سعره اللي هو يكون اغلى من الجديد بكتير. فانت لو هتشتري العجله الاستيراد دي اصلا جديده وموديل السنه، هي اصلا ما فيش منها في مصر. فانت عشان تشتريها جديده هتدفع بقى $900 مثلا، غير شحنها غير جمركها غير دنيتها. فهتخش معاك في ال 50 60 الف جنيه. فانا اركب حاجه اصلا حالتها زي الجديده مستعمله خارج استعمال نضيف بمكوناتها الاصليه من 8 9000 جنيه، وحاجه اوريجينال، حاجه تعيش معاك. العجل الاستيراد ده حتى لو بعد 20 30 سنه ثمنه فيه، وحاجه مكونات بتعيش بطريقه مش طبيعيه. يعني مثلا الجشم اصلا لو اللي هي مكنه السرعات مثلا لو هتشتريها في الصيني مثلا هتبقى ب 200 جنيه وهتتكسر منك بعد اسبوع. الجشم استعمال خارج لو بقى لها 20 سنه هتفضل شغاله وبكفاءه عاليه، واصلا لو جيت تشتريها جديده هتعدي ال 2000 جنيه مثلا. انا بديك كلام تقريبي. فدي الموضوع عشان تبقى فاهم بين الجديد وبين الاستيراد وبين الصيني الحاله اللي هو البراندات. يعني زي الجالاكسي، الفونكس، الترينكس، دول حاجات برضو ايه اعتماديه شويه غير الشعبي اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الفيديو. استعمال خارج انت بتركب حاجه تريح دماغك من اي حاجه. شكله البرقوقايه دي طيب عظمه. شكله عنبايه تفاحيه. ميكس الفواكه ده عظمه. عشان انت بتدفع فلوس لازم تاخد قيمه مقابل سعر، تكون انت عارف هتشتري ايه. اتمنى ان يكون الفيديو ده افادكم كتير، لان ده انت بتدفع فلوس لازم تاخد حاجه قيمه مقابل سعر. وانا مش متحيز لحاجه،
انا مع ده موجود عندي وده موجود عندي، الاستيراد موجود، الصيني موجود، بس انا حابب اقول لكم الفايده. شكرا لكم، كان معكم مينا ماهر من محل ويل بايك. وانتظروا مننا كل ما هو جديد، وهسيب لكم الديسكريبشن تحت صفحه الفيس وكل التفاصيل والانستجرام وكل حاجه. اتمنى تزوروهم وان شاء الله تستمتعوا من الدنيا دي وتشوفوا فيديوهاتنا السابقه. يلا سلام.